أكتر كيكة حسيتها قريبة للكيكة دي هي كيكة النايتي اللي كلنا اتربينا عليها واحنا أطفال، كيكة هشة وفلافي وبيضة واحدة بس وكمان في الخلاط. تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. في الخلاط حطيت بيضة وعليها شوية من الفانيليا، كوباية إلا ربع من السكر، نص كوباية من الزيت، كوباية من الحليب، وضربتهم كويس جدا لغاية ما السكر داب وبقى لون الخليط ده فاتح. في بولة حطيت كوبايتين من الدقيق منخولين وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وصبيت عليهم الخليط وزي ما انتوا شايفين كده لونه بقى فاتح، ودمجت كل ده مع بعض. وقوام الكيكة بيكون وسط، مش تقيل ومش خفيف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. صبيت الخليط ده في صينية تكون محطوط عليها ورق زبدة ومرشوشة بالزيت، وخليت معلقتين من الخليط دول على جنب، وسويت الصينية كويس وحطيت على المعلقتين اللي خدتهم على الجنب دول معلقة كبيرة من الكاكاو وربع كوباية من الحليب، وعملت ميكس الخليط ده مع بعض وحطيته في كيس حلواني او كيس عادي زي ما انا عملت، وعملت كده اشكال عشوائية. دخلتها فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، وبعد ما استوت سبتها تبرد تماما، لازم تكون باردة وسمك الكيكة بيكون رفيع كده. بعد كده قسمتها النصين، والنص الاولاني قلبته علشان احط عليه صوص الفراولة، دي مربى فراولة سبريد. قفلت عليه بالنص التاني من الكيكة وابتديت ان انا اساوي الاطراف عشان تكون كلها سوا واحد. وبعد ما قطعت الاطراف بالشكل ده ابتديت ان انا اقطعها مستطيلات بالحجم اللي انا عايزاه، شوفوا المناسب ليكوا وقطعوها بيه، وكده هتاكلوا احلى كيكة بصوص الفراولة. جربوها بطريقتي وانجوي.